هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب انكم يكون حلو، تكونوا في احسن حال. وحشتوني قوي قوي قوي، وحشتوني جدا. غايبه عليكم بقالي تقريبا اسبوع، بس كنت واخده راحه وفصلت شويه عشان كنت محتاجه بجد ان انا افصل. المهم الفيديو بتاع النهارده مش زي اي فيديو مشتريات. الفيديو بتاع النهارده فيه منتجات كوري، واخيرا يا جماعه جبت لكم شويه منتجات كوري اللي معمولين عليهم ضجه الفتره الاخيره. فتعالوا اوريكم بقى انا جبت ايه. جبت منتجات كوري وجبت منتجات مصريه. فخلينا نبتدي الفيديو من غير رغي كتير. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنتات كتير وتشجعوني، وشويه تطبيل وحماس على الفيديو، عشان بجد لو ما لقيتش تشجيع بجد حرفيا انا هعيط، بجد هعيط، لان بجد الفيديو ده يعني خد كل اللي ورايا واللي قدامي. فخلينا بقى نبتدي الفيديو من غير رغي كتير. اول حاجه ان الشنطه كبيره جدا وفيها حاجات كتير قوي، حاجات كوري وحاجات مصري. فخلينا نبتدي باول حاجات الكوري، عشان بصراحه انا متحمسه لها جدا، واكيد انتم متحمسين لها قوي قوي قوي، ودي هتبقى اول مره نجيب منتجات كوري. اول حاجه بقى معانا جبت السان سكرين ده اللي هو بيوتي اوف جوسون، اللي هو ده. انا عايزه اقول لكم الحاجات دي لما جبتها انا ما فتحتهاش، انا فتحت بس شفت الباكج وخلاص، لكن حرفيا انا ما فتحتش واستخدمت. يعني الحاجه لسه بصوا مقفوله حرفيا، بصوا هي مقفوله. يعني بصوا حرفيا انا متحمسه جدا ان انا اجربها. جماعه صغننين قوي، يعني المنتج ده صغير قوي. السان سكرين بتاع بيوتي اوف جوسون ده سمعت عليه ريفيوهات كتير جدا، وان هو بيقولوا حلو قوي، وان هو مناسب لكل انواع البشره، وبالاخص كمان البشره المختلطه والبشره الدهنيه. فده انا بصراحه متحمسه له جدا، وبيدي جلو حلو قوي 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 للبشره. وهتلاقوا دايما حاطه لكم المنتج كده في وشكم، عشان يعني ايه لو حد عايز ياخد سكرين شوت او اي حاجه. فده اول حاجه معانا، متحمسه له جدا جدا. لو انتوا جربتوه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. تاني حاجه معمول عليها ضجه كبيره قوي 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 حرفيا، الكلينزنج بالم من دكتور ألسيا اللي هو ده. معمول عليها ضجه كبيره جدا، وبيقولوا عليها ان هي حلوه قوي، وان هي كمان بتسيح الميك اب ثانيه. انا عايزه اقول لكم انا الفيديو ده معتمده جدا ان انا احط كونسيلر واحط ماسكارا ووتر بروف، عشان اول ما اخلص اروح استخدمها على طول. بصوا بقى فكره الباكج بتاعتها حلوه قوي ولذيذه جدا، ان انت ما تحطيش ايدك جوه المنتج، بتتفتح كده وتقعدي تلفيها كده لحد ما يطلع المنتج. بيطلع على شكل اللي هي دايره، واعمل لك سهم من هنا ان انت تلفي حوالين السهم عشان يبدا يطلع لك المنتج. فدي بصراحه انا اول ما اخلص الفيديو من هنا هروح اغسل وشي بيها، لان انا متحمسه لها جدا. حجمها حلو، انا حاسه ان هي حجمها كويس، مش صغيره زي ما في ناس بتقول، حجمها حاساه لذيذ. فهنجربها وهبقول لكم رايي فيها. ودي تاني واحده معانا هتلاقوني متحمسه جدا، لان يا جماعه انا سامعه عليهم كميه ريفيوهات بطريقه مش طبيعيه. فانا عايز اشوف بقى هم فعلا يستاهلوا ولا لا. ولو انت لسه ما عملتيش سبسكرايب، لو انت جديده، او ما عملتيش لايك وكومنتات كتير وتشجعيني، بجد بجد انا هتضايق. اللي بعد كده واللي برده معمول عليه ضجه كبيره قوي قوي قوي، اللي هو الماسك الطامي بتاع بيوتي اوف جوسون، اللي هو ده. جماعه الماسك الطامي ده زي الماسك اللي هو الستيك، هبصب لكم الصوره بتاعته هنا او هنا. نفس الفكره، بس الفكره ان ده اللي هو الصغير ده بيبقى ستيك شويه وبينشف بسرعه، لكن ده كريمي شويه. التاني ستيك ده بصوا، عايزه اقول لكم بصوا مقفول. فتعالوا افتحه لكم، تعالوا نفتحه كده مع بعض عشان نشوفه. بصوا يا جماعه ملوش ريحه قويه على فكره. بصوا ده كده شكله اهو، بيجي معاه الاسباتيولا دي او المعلقه دي ايا كان بقى، ده كده بيبقى شكله، بيبقى فيه حبيبات الفاصوليا الحمراء. فانا ده يا جماعه متحمسه له جدا جدا جدا. ماسك الطمي ده بيقولوا عليه ان هو بينظف المسام حلو قوي، وبينظف البثور البيضاء والسوداء. فدول جماعه، فانا دول متحمسه لهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فدول كده اول 3 منتجات كوري انا جبتهم. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا حابين الريفيو يبقى على انهي واحد اول حاجه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا متحمسين زي ولا لا تشوفوا نتيجه المنتجات الكوري ولا لا. فيعني اكتبوا لي تحت كده في الكومنتات. خلينا بقى نكمل بقيه الفيديو. اللي بعد كده رحت جبت التو بودي سبلاش دول بتاع انتو ذا نايت ودارك كيس. جماعه الاثنين ب 250، يعني الواحده ب 125 جنيه. انا لقيت عليهم عرض كده في جروب عادي جدا، ريحتهم تحفه. انتو ذا نايت دي في حته تانية، استنوا بس كده، حرفيا في حته تانية، تحفه تحفه تحفه. مش نفس الريحه اللي بتاعت انتو ذا نايت القديمه بتاعتي، وعلى فكره مش نفس الباكج. دي شبيه شويه بالاوريجينال، مش هنقول هو اوريجينال، لكن هو شبيه شويه بالاوريجينال. بعد كده دارك كيس، لقيت الكومنتات كلها معموله على ضجه اللي هي الدارك كيس، عايزين انتو ذا نايت وعايزين دارك كيس. فانا قلت اللي هي سندي ما تروحيش تجيبي دارك كيس، فروحنا جبنا جبت دارك كيس. جماعه ريحتها طلعت تحفه.
تحفه تحفه تحفه، هاديه، تنفع قوي في الصيف لو انت بقى بتخرجي كتير وبتتحركي كتير زي حالاتي وبتنزلي شغل. لازم يبقى معاكي حاجه من دول، يا دارك كيس يا انتو ذا نايت. حرفيا حرفيا من احلى البوديز بلاشات اللي انا جربتهم، مبسوطه بيهم جدا. فدول كده بالنسبه لي مهمين جدا جدا في الصيف. سعر الواحده زي ما قلت لكم ب 125، والاتنين مع بعض كانوا في العرض ب 250 جنيه. اللي بعد كده اللي جبته واستخدمته ما قدرتش استحمل بصراحه، وهو البودي سبلاش بتاع دون اللي هو بالتشيز كيك فراوله. جماعه بصوا انا مخلصه منه قد ايه، حرفيا تحفه. كانك حرفيا ريحتك تشيز كيك فعلا، هو مش بيهزر. مشكلته بس الوحيده ان الابليكيتور بتاعته سواعي بتعلق، يعني هي مش بتبقى لازقه، هي حاليا كده كويسه بس سواعي بتعلق. ثباته طبعا مش احلى حاجه، هو كان ب 100 جنيه، ثباته مش احلى حاجه، بس انا بحب الحاجات الرخيصه اللي هي ب 100 جنيه، مش عارفه بكام الحاجات دي. للشغل، للحاجات اللي هو اللي انت بتخرجي فيها كتير، بفضل كل شويه بقى اقعد ارش منهم. فده بالنسبه لي حلو قوي قوي، وريحته حلوه جدا. لو انت عايزه حاجه عمليه ولذيذه وحجم 250 مللي، يعني هيقعد معاكي كتير جدا. تحفه يا جماعه. انا كل شويه عايزه اقول لكم وانا بره بقعد ارش كده، حرفيا بيدي انتعاش كده بطريقه مش طبيعيه، كانك حرفيا لسه طالعه من الشاور حالا. عارفين ريحه البنات اللي بتبقى ريحتهم حلوه قوي، وتحس ان انتوا عايزين تسالوهم انتوا حاطين ايه؟ هما يا جماعه بيبقوا حاطين من ده، بيبقوا حاطين ده حرفيا اللي هو الدوم ده. في منه عايزه اقول لكم انواع كتير جدا، في اللي هو بالجوز الهند والرمان واللي هو التشيز كيك فراوله، في انواع كتير جدا، بس انا بصراحه عجبتني اكتر حاجه التشيز كيك فراوله، تحفه وتستني هي تتجاب. اللي بعد كده وجبته ب 50 جنيه، انا جبته بجد ب 50 جنيه، البودي سبلاش ده بتاع زارا. طبعا اكيد يا جماعه اكيد مش الاصل يعني، ولكن باظ مع اول بختين حرفيا، لا وقع مني ولا حصل له اي حاجه. مش بيبخ يعني، بصوا شايفين هو مش بيبخ، ده عيبه الوحيد بجد يعني. ده كان ب 50 جنيه. دي اخره اللي يجري يا جماعه ورا العروض، حرفيا اللي يجري ورا العروض لازم يتخزوق كده شويه. فدي انا هضطر ان انا اجيب اي ازازه تانية واسحب البرفيوم من هنا واحطه في الازازه التانية. بس يا جماعه كريحه ريحتها حلوه جدا جدا، وكان سعرها زي ما بقول لكم كده ب 50 جنيه. جماعه لما بلاقي الحاجات اللقط دي ما بقدرش افوتها. انا ما اقدرش الاقي مثلا عرض على البودي سبلاش ب 100 جنيه ولا ب 50 جنيه وما اجيبوش، يعني بحس كده ان هيجرى لي حاجه. فروحت جبته من غير تردد، وبجد بصراحه هو ريحته حلوه، بس مشكلته الوحيده ان هو الابليكيتور بتاعتهم بتبوظ بسرعه. اللي بعد كده جبت زيت الجوز الهند ده من فيرجينيا او فيرجينا على حسب ما تنطقوا اسم اللوكال براند. يا جماعه بيعملوا زيوت طبيعيه ما فيهاش اي حاجه، مش مخلوط عليه اي حاجه، فده بالنسبه لي حلو جدا. جبت ده اللي هو زيت الجوز الهند، وجبت كمان الزيت اللي هو الروزماري اللي هو ده. جماعه انا بحب قوي زيت الروزماري. عايزه اقول لكم انا الروزماري ليه دروب معينه، يعني بتستخدمي كده 3 مثلا دروب او 2 بالكتير على كل الشعر. زيت الروزماري بيطول الشعر، بيديكي نتيجه حلوه جدا ولذيذ جدا على الشعر، لكن لو كترتي منه بيدي نتيجه عكسيه وبيطلع قشره وكمان بيوقع الشعر. خلوا بالكم لما تجيبوا زيت روزماري سواء حتى من العطار وتاخدوا منه الزيت بتاعه، يا جماعه خلوا بالكم لان زيت الروزماري لما بيكتر بيقلب بنتيجه عكسيه. كمان جبت التو شامبو دول من فيرجينيا برضو بزيت اللي هو الزيتون، بيقولوا عليهم حلوين قوي قوي. طبعا انتوا عارفين قد ايه زيت الزيتون مهم جدا جدا للشعر، بينضف فروه الراس وبيخليها مترطبه وبيساعد في اطاله الشعر وبيخلي شكل الشعر يبقى صحي وهيلثي كده. فانا بصراحه زيت الزيتون يا جماعه انا بحبه جدا جدا جدا، فهبقى اجرب اللي هو الشامبو. جبت 2 علشان انا اجرب والعيله تجرب وكلنا نجرب واقول لكم النتيجه هو حلو ولا وحش. اللي بعد كده الشامبو بتاع اوزوري. عامه منتجات اوزوري كلها انا عملت لكم عليها فيديو كامل سواء على الانستجرام او هنا شورت فيديو. الشامبو ده بزيت الارجان حلو قوي قوي قوي، بينضف فروه الراس حلو جدا وبيسيبها مترطبه، وكمان لو عندك بيلد اب او اللي هو قشره او تراكمات اللي هو خلال الاسبوع بينضف فروه الراس حلو قوي 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 وبيسيبها مترطبه ومنعشه كده. وكمان اللاين كله عايزه اقول لكم ان هو ريحته حلوه جدا جدا جدا، ومناسب كمان يا جماعه لفروه الراس اللي هي الجافه والعاديه، لكن لو فروتك دهنيه والحاجات دي مش هيناسب معاها خالص. اللي بعد كده الهير سوبر فود من اوزوري برده من نفس اللاين. جماعه
جماعه انا عايزه اقول لكم الهير ماسك ده حلو قوي 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 قوي. انا البيت عندي كله جربه بجد، هو حلو جدا. طبعا انا مستخدماه، هو القوام بتاعه خفيف، انا مش عارفه اقول لكم ازاي، بس هو حرفيا القوام بتاعه خفيف قوي قوي قوي، بس ترطيبه للشعر حلو جدا جدا جدا. بس ريحه الهير ماسك غريبه شويه، بس مش مهم، ملناش دعوه بريحته. المهم ان هو بيرطب الشعر حلو جدا، وبيخلي الاطراف ملمومه كده على بعضها وشكلها هيلسي ومتحدد ومترطب، وكمان بيقلل قوي 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 كمان من الهشام. اللي بعد كده واخر حاجه معانا اللي هم دول بقى، ده الليف ان اللي هو الشاين اند جلو، وده الجل بتاعهم تحفه. الاتنين مع بعض الكومبو دول يا جماعه تحفه حرفيا، ترطيب للشعر، تحديد للشعر، حلوه قوي 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 حرفيا، غير اي منتجات انا جربتها، حلوين جدا. فانا عايزه اقول لكم ان هم حلوين قوي قوي، سواء بقى الشاين اند جلو اللي هو الليف ان بيدي ترطيب حلو قوي وديفينيشن للشعر حلو جدا، وعايزه اقول لكم ان هو كمان غني بالافوكادو والكافيار، فهو ترطيبه للشعر في حته تانية. اما بقى بالنسبه للجل يا جماعه هو برده في حته تانية، غني ببذر الكتان وفيه صبار وفيه فيتامين اي، فهو ترطيبه للشعر وتثبيته للشعر الكيرلي حرفيا بجد بجد تحفه. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واكتبوا لي انتوا بقى متحمسين نجرب انهي منتج كوري الاول ويتعمل عليه ريفيو، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.